لعيبه داس على القطر. يلا بينا. اللعيب بتاعنا هو جيرمي مينيز من جيل 87 الذهبي بتاع فرنسا، بتاع بنزيما وبن عرفة وسمير نصر، وده بقى كان احرف واحد فيهم واكتر واحد كان بيتبص له ده ليه مستقبل جامد قوي. بدايته كانت في فرنسا مع سوشو بوردو، فعلا ظهر بشكل كويس جدا ولفت انظار اوروبا كلها. ساعتها روما قرروا يخشوا يراهنوا عليه واشتروه، وفعلا كان لعيب كويس جدا معاهم ومنور قوي وظاهر. ساعتها بي اس جي كان لسه بيبدا مشروع الخليج وقرر ان هم يشتروه. كانوا شايفينه فعلا هيبقى لعيب مؤثر، وفعلا مع بي اس جي في موسم 11 12 عمل احسن موسم في تاريخه، 7 تجوان و12 اسيست في 33 ماتش. لكن في موسم 12 13 دوره مع الفرقه بدا يقل مع وجود زلاتان اللي بقى هو طبعا المهاجم الاساسي للفرقه. مينيز بدا دوره ينزل واحده واحده، قرر ان هو يمشي ساعتها وراح على الميلان. وفعلا برضه بدايته كانت كويسه جدا، وعمل اول موسم ليه كان فعلا كويس وكان هداف الفرقه. كان مسجل 16 جون في 34 ماتش. لكن الناس بدات تلاحظ ان مينيز مبقاش هو مينيز، عقليته الكارثيه بدات تظهر. لعيب بيتخانق كتير، بيتوقف، كسول شويه في الملعب، ما بيحبش يجري كتير، لعب على مزاجه بس. وده بدأ ينور قوي لان مع بي اس جي ما كانش ظهر غير مره واحده لما رفض ان هو يروح يسخن لما المدرب طلب منه. ففترته في الميلان ما طولتش وقرر ان هو يرجع على فرنسا وراح لبوردو. وده كان كده خلاص، مينيز شبع من التوب ليفل بدري بدري. ليه لقطه واحده مهمه في بوردو لما كان ساعتها في اصابه وخسر جزء من ودنه. وبعد بوردو مينيز بدأ ان هو يلف بقى لفه مش مفهومه، دوري فرنسا درجه تانية لحد ما خلص في دوري ايطالي درجه تانية مع فريق باري. والعقليه والكسل وواحد شبع بدري خلصت على موهبه تقيله جدا وداس عليه القطر.